الركراكي معلقا على زيارة المنتخب للسجن المحلي بسلا: جئنا لمنحهم الحب. توم بريز سلام الله عليكم. علق المدرب الوطني وليد الركراكي على الزيارة التي قامت بها عناصر المنتخب المغربي صباح يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 للسجن المحلي بسلا. وقال الركراكي في تصريحات إعلامية بعد هذه الزيارة التي قامت بها مكونات المنتخب المغربي: سنحاول القيام بخطوة اجتماعية في كل تجمع إذ سمح الأمر، لأن من المهم أن نكون هنا. وأضاف المدرب المغربي: اللاعبون قدموا وكان أمرا رائعا وخطوة مهمة للجامعة ولنا. الأجواء كانت رائعة والتنظيم كذلك. رأينا شبابا في وضعية صعبة وجئنا لمنحهم الحب والإيجابية. وإلى جانب هذا أكد وليد الركراكي أن هناك زيارة أخرى سيقوم بها أعضاء الفريق يوم الجمعة، حيث قال: سنزور دار الأيتام كذلك يوم الجمعة. المنتخب المغربي حق للجميع وهو فريق للمغاربة أجمعين. وتأتي هذه الزيارة في إطار تنظيم إدارة السجون لنسخة جديدة من الجامعة الربيعية بالسجون تحت شعار الرياضة بالمؤسسات السجنية، إعلاء للقيم الوطنية ودعم للتأهيل لإعادة الإدماج. وشهدت هذه الزيارة تزيين جدران السجن المحلي بسلا ببورتريهات إبداعية لصور أسود الأطلس بين إنجاز السجناء، إضافة إلى عرض رواقي خاص بإنجازات المنتخب الوطني خلال مونديال قطر 2022. كما استحضر نزلاء السجن المحلي بسلا الأداء العظيم الذي أحرزه المنتخب الوطني من خلال وصوله إلى المربع الذهبي وإحراز مكانته مع الكبار من خلال وصلات غنائية وأبيات شعرية تذكر بالعمل البطولي الذي قام به أعضاء الفريق. شوف انت بارك الله على اشرف. الله يحفظك. دير السفا ديالك. Bravo pour ce que tu as fait sur SOS Village. Bravo. رضا. نايف أكرد. قميجة فلتينا بقميجة. أحسن غليظ. الله يحفظك. أحسن مدافع. رمضان جاية. ما تفكرنيش. يوسف. وناحي راك عزيز عليا خويا. والله ماشي حالك. والله مرافق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.